الفيديو ده وصل 10,000 لايك طبعا دي مستحيله، وده تحدي مستحيل وانا عارف النتيجه بتاعته. انا تعبت قوي، تعبت قوي. بس الفيديو ده لو وصل 10,000 لايك انا هودي الديب الدكر ده للنتايه اللي عنده عمر، عشان نصور بقى الجواز وكل حاجه. وكمان لو جه جراوي منه ان شاء الله، لو اتجوزوا انا هاخد جرو ليا وهصور لكم معاه فيديوهات جامده قوي. طب يا جماعه، في واحد بيقول لي هو ايه اللي حصل في الديب بتاع عمر احمد اللي انت جبته انت وعمر احمد؟ احب اقول لك ان هو انا لما جبته طبعا عندي خبره كبيره قوي في تربيه الديابه والحيوانات الشرسه عموما، فحاولت على قد ما اقدر ان انا ادربه وان انا اهديه شويه عن اللي هو فيه واعالجه من اللي كان فيه. اول حاجه طبعا ان انا بدات احاول ان انا اهديه، ان انا لما كنت بدخل عليه الاوضه كان بيبقى شرس بطريقه غبيه، قلت لكم فيديوهات دلوقتي. وكمان كان ضعيف جامد لدرجه ان البايكو القناه بتاعت فتحي هحطها لكم في البايو تحت. القناه بتاعته دي يا جماعه لاي حد بيحب العصافير الحمام الكلاب عامه. هو يا جماعه، فاحنا طبعا اول حاجه عملتها ان انا بدات اطمنه، لان طبيعي يكون خايف جدا، خصوصا ان هو محبوس في اوضه كبيره طبعا، بس هو مش متعود على كده في البريه بتاعته. وكمان الاكل بتاعه بيجي له جاهز، هو برضه مش متعود على كده، هو متعود ان الاكل بتاعه هو اللي بيصطاده. وكمان لما يكبر ويتعب ما بياكلش غير لما ابنه هو اللي يصطاد له ويجيب له. وكمان الديب ما بياكل. دي بقى يا جدعان ميزة لما حد صاحبك يصور معاك، ما بيسيبكش تصور براحتك. المهم يا جماعه، وكمان لما الديب بيتجوز ما بيتجوزش غير نتايه واحده بس طول عمره، حتى لو ماتت ما بيتجوزش بعدها، وده طبعا من الصفات الجميله قوي في الديب ان هو ما بيتجوزش غير نتايه واحده. اشك ان دي من الصفات الجميله بصراحه. وكمان ان هو لما بيجي ياكل لازم يصطاد، ففكره ان هو محبوس في اوضه والاكل بيجي له لحد عنده جاهز، فده طبعا كانت مأثره على نفسيته جامد، وكمان بتقلل من لياقته. في واحد دلوقتي طبعا هيجي يقول لي ليه ما تسيبوش في المكان اللي انت جبته منه او تسيبه في مكان تاني. احب اقول لك يا صاحبي ان الديب كان جاي مليان جروح ولحم على عظم زي الفيديو اللي هظهر لكم ده، كان حرفيا القفص الصدري بتاعه باين. فاضطرينا ان احنا نعالجه وجبنا له دواء. الدواء ده كان صعب قوي، لان الدواء ده لما بنرشه هو طبعا مطهر للجروح، لما بنرشه على حاجه هو بيحرقه جامد قوي. الناموسه دي لو عدت من هنا انا مش هسيبها. ايه القرف ده يا جدعان، في ايه؟ بيحرقه جامد قوي لان هو بيحرقه جامد قوي، فكنت انا مضطر ان انا لما اجي اديله الدواء ده لازم احطه في قفص كبير كده، لازم احبسه فيه عشان اعرف احط له الدواء على الاماكن اللي هو متعور فيها. فحاولت طبعا وفضلت يومين على كده بدخل اتكل وانضف واحط له ميه واحط له الدواء بتاعه وامشي، لحد ما بدل ما كنت بدخل له يهجم وما يخلينيش ادخل من الاوضه، بدا ان هو يقعد في زاويه ما بيهجمش، قاعد بس بيسيبني اعمل اللي بعمله، بياخد بعضه وبيمشي تاني. فحاولت طبعا على قد ما اقدر ان انا اهديه شويه برضه. فقعدنا يومين على كده ان انا بدخل اكله وامشي. وثالث يوم بقى في واحد صاحبي اقترح عليا ان انا اطلع الديب ده احطه في الديب ده اطلعه في البلكونه عشان يشوف الشمس. فاول مره طلعته اكتشفت ان هو فرح قوي، خصوصا ان هو كان عايز يهرب جامد، يعني اول ما شاف الشمس كان عايز يهرب، انها فكرته بالحياه بتاعته القديمه. ولما هرب ولما كان عايز يهرب انا فهمت طبعا اللي فيها، وفهمت ان هو كان بس مكتئب من هو كان فيه ان الاوضه مقفوله عليه وكده وما بيشوفش الشمس. فطبعا لما طلعته معايا في البلكونه قعدت العب معاه وحاسس عليه وكان سايبني طبعا، وانا استغربت الموضوع ده، ودي كانت اول مره المسه فيها. بعد ما طلعته البلكونه شمسته شويه وبعدين خدته ودخلته الاوضه تاني. اول ما دخلته رجع شرس اكتر من الاول، ورجع تاني اكنه لسه جاي على طول. فعدت نفس الموضوع تاني، وبالعكس انا خليته يطلع في البلكونه كل يوم ويشوف الشمس عشان ما يكتئبش، وعشان يفهم ان هو لما بيطلع في الشمس انا مش باخده اذيه، بالعكس هو بيطلع يشوف الشمس وبيدخل تاني اوضته. وده طبعا كل ده المفروض ما ينفعش يحصل، بس للاسف احنا كنا مضطرين لان الديب ده كان متعور وكان متبهدل، فما كانش ينفع نسيبه لانه كان هيموت. وفي نفس الوقت بعد ما جبناه وجربته ودخل الاوضه بعد طبعا تشميس وكده، بدات ان انا اجيب عصايه. العصايه دي انا مش بطبه بيها، العصايه دي هي خشبه كده بدخل بيها الاوضه بتاعته، عشان لو هجم عليا بديله العصايه اعض فيها واطلع انا من بره لا هو ياذيني ولا انا اذيه، لا هو ياذيني ولا انا اذيه. اديت له بقى واحده واحده بدات اخلي العصايه دي تحس على راسه بالراحه، وانا ابدا امد ايدي من غير العصايه، يعني اسحب العصايه بالراحه واحط ايدي كده، يعني اسحب العصايه واحط ايدي من ورا عشان ما ياخدش باله ان انا اللي حاطط ايدي. وكل ما كان بياخد باله كان بيحاول ينط، بس انا كنت ببقى رابطه بسلسله يعني ما بخلوش يوصل لايدي. زي كده فيديو برضو هوريه لكم دلوقتي، لما كنت مع عمر كان حاول يجيبني من وشي مرتين تقريبا. فهو شرس عامه.
فلما جبته اكتشفت ان هو بدأ يهدى كده بسرعة، ودي عكس الديابة. الديابة صعب جدا جدا ان انت تدرب ديب كبير جاي من البرية وتدربه عندك في البيت. وطبعا وخصوصا وغير كل ده ان انا لسه سني صغير، لسه يعني مش اللي هو برضو يعني مش طول عمري بتعامل مع ديابة. انا بدأت اتعامل معاها بقالي سنتين، فكان تحدي بالنسبة لي ان انا ادرب الديب ده بالذات، لان هو كان جاي شرس، عكس مثلا ما يبقى ديب جاي متربي من وهو صغير وجاي بس خايف مني فشرس. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص يعني. ده نسبة تدريبه 90% مثلا، وده نسبة تدريبه 25%. صعب جدا ان انت تدربه. فضلت معاه لحد ما دربته، واحدة واحدة بدأت أحسس عليه. وبعدين خدت أوضة تانية عشان أتصور معاه، أجرب أتصور معاه. طلعته على ترابيزة عالية شوية عشان يبقى واقف جنبي، وقعدت أنا كمان جنبه وتصورنا الصورة دي. في اللحظة دي أنا اتخضيت أصلا إن هو لا هجم ولا عض ولا حاول ينط من على الترابيزة ولا كل ده. طبعا ده يدل على حاجتين: أول حاجة إن هو خايف من المكان الجديد، تاني حاجة إن هو مطمن له، إن هو عارف إن أنا كده كده مش هأذيه، فهو مطمن طول ما هو واقف. بعديها خدته بقى ورجعته أوضته، وبدأ إن هو يسمح لي إن أنا أحط إيدي عليه بكل سهولة، وبدأت أحس عليه عادي. دلوقتي في حاجة بقى: هل أنا هودي الديب ده لعمر أحمد ولا لأ؟ الإجابة: هو كان وعدكم في الفيديو بتاعه إن لو الفيديو جاب 20,000 لايك هنودي الديب ده للمكان اللي عنده عشان نصور معاهم هما لما يتجوزوا، وكمان الجراوي، لأن بصراحة أنا هموت وآخد جرو منه، إن أنا حبيت الديب ده أوي أوي أوي. بس أنا عايز أفكركم بحاجة: أنا طبعا قلت لكم كذا مرة إن أنا هعمل مسابقة وما عملتش. أنا قلت هعمل مسابقة على 100 مشترك وما عملتش. أحب أقول لكم إن أنا العصفور الكوكتيل اللي أنا كنت نزلت عنه فيديو، أنا أول ما أعالجه إن شاء الله هطلعه، مش مسابقة، هو يعتبر هطلعه هدية لأي حد من المتابعين بتوعي. أي حد أكتر حد متفاعل على القناة هديله الفرد ده بعد طبعا ما ريشه ما يطلع، وده بالظبط مش هيطول أكتر من 10 أيام أو 15 يوم بالكتير، بالكتير أوي 15 يوم. وكمان هو اتدرب وبقى بيقف على إيد عادي وما عادش بيعض، وهوريكم فيديوهات دلوقتي ليه وهو واقف على إيدي عادي، وكمان بيقف على كده. فطبعا انا بعتذر لكم على المسابقات اللي قلت لكم هعملها وما عملتهاش، بس انا حبيت اعوضكم وهطلع لكم كهديه لاي حد من عندي من على القناه. اكتر حد متفاعل ان شاء الله هبقى اديهوله، وهقول لكم التفاصيل كلها في الفيديو هينزل قريب بعد ما يتعالج على طول. واهم حاجه ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بس كده، سلام.